توقيت المناسب من ياسين بونو والتحام ما بينه وما بين كيليان مبابي. وصلت الى اشرف حكيمي، عرضيه، هذا حكيم زياش اماميه ملعوبه، مبابي كيليان مبابي، لكن يا سلام يا سلام، هذا سفيان، اشرف لون، عرضيه ملعوبه، جواد اليامق، لمسه اماميه ملعوبه داخل منطقه الجزاء، لا زالت مستمره وقائمه حاضره ملعوبه، سفيان يسدد مرابط، لكن مرة تحولت. يا سلام يا سلام على هذا الأداء الكبير للمنتخب المغربي. أرضية الميدان بوفون، لا 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 لا، عرضية داخل منطقة الجزاء، كرة إلى حكيم، عادت مرة أخرى، وصلت إلى عز الدين وناحي، من جديد إلى حكيم زياش إلى وناحي، عز الدين فرنسا تحت الحصار، فرنسا تحت الضغط، إلى عز الدين وناحي، صفر يا مكسيكي، المغرب قادر على العودة بحول الله. هذا الأمر الذي يجعلنا نطمع بتسجيل هدف التعادل في أقرب وقت ممكن يا مغرب. بشرية كرة بتسديدة تأتي لكن إلى خارج، تعود المحاولة من جديد الآن، بوفال لكن كرة محاولة ملعوبة وبعدت في التوقيت المناسب لمصلحة المنتخب الفرنسي، لكن بعد ذلك القرار يأتي من سيسار راموس. هذا اللقاء، هذا ترام بذكريات والده يوسف الصيري، يترك ارضيه الملعب. وجهه نظر، كان ممكن ان يبقى يوسف، يخرج لاعب اخر يعني في ما تبقى من احداث. عموما ايضا سفيان ابو فال يترك ارضيه الملعب. مدرب وليد الركراكي، كره محاوله ملعوبه اماميه الان لمصلحه المنتخب المغربي، عرضيه في الجهه اليمنى داخل منطقه الجزاء، طالت على زكريا بوخلال اللاعب البديل، كرة مرتدة سريعة في المكسيك، يسقط ماركوس تورام في أرضية الملعب. هذا تورام والآن لمصلحة المنتخب الفرنسي داخل منطقة الجزاء، رأسية خطيرة مرت. هذا مين؟ هذا تورام. أيوب لاعين هذا الذي حل، فوفانا يسدد، يا عز الدين ولا غيرك، عرضية داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب، ثم بعد ذلك صافرة لجريزمان، المغربي علو عسى، كرة تحولت الآن مرتدة، يلا يا حمد الله، عبد الرزاق، لا اوه يا عبد الرزاق، اوه يا حمد الله، كان بالامكان. نعم، الكرة محاولة ملعوبة لكن ايضا عن طريق اللاعب عبد الرزاق، حمد الله يلعبها لكن في الشباك الجانبية تحولت الى خارج ارضية الملعب ووصلت الى ركلة. شكرا للمغرب، شكرا على كل شيء، شكرا لهذا الحلم العربي، من كان يعتقد ومن كان يفكر ومن كان يتصور ومن وضع ذرة احتمال آخر حاضر بالنسبة للمدرب ديدي ديشام. كرة تصل إلى كيليان مبابي، يلعبها في الجهة اليسرى، البديل ماركوس تورام إلى مبابي، البديل، ومن اللمسة الأولى كولومبواني يسجل الهدف الثاني ويقود فرنسا إلى المباراة النهائية. قد يكون أسرع بديل يسجل في تاريخ المونديال، يدوب نازل، ومن اللمسة الأولى يضع الكرة في المرمى ويعلن عن ثاني الأهداف للمنتخب الفرنسي. هنا كولومبواني، برافو للجماهير المغربية في مدرجات استاد البيت على كل ما يقدمونه. كرة محاولة ملعوبة الآن وبعدت في التوقيت المناسب. اليوم ومن هذا المنبر قدم اعتذاري، والله الذي لا اله الا هو، لم اقصد الاساءة في ذلك اليوم ولم اتعمده،
ولا أحمل في قلبي إلا الحب والاحترام والتقدير للإمارات وحكومتها وأهلها. بلقب بطولة كأس العالم. كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تسديدة تصل عند أوغرو لوريس، لكن بعد خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء. زياش داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تأتي هدف من الجهة اليمنى، يبحث عن الكرة العرضية لكن يبدو نعم طارت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. امبابي الآن يتقدم إلى المقدمة، سيكون صراعا كبيرا جدا ما بين امبابي وليونيل ميسي في المباراة النهائية. مبابي مساهم ب7 أهداف في البطولة الحاضرة، وصلت إلى 60 ونحيه، رفعت رؤوسنا جميعا. نعم قادرون على صناعة المستحيل. كرة يسار مستمرة وقائمة، هنا المحاولة ملعوبة، وصلت إلى 60. لا 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 لا، محاولة لكن مرت من أمام حمد الله. لا تبكي يا عزيزتي، لا تبكي، لا تبكي يا عزيزتي أبدا. على المغرب يحق لنا أن نفخر ونتفاخر بها، رفعت رؤوسنا جميعا، كبيرة جدا. مبروك للمنتخب الفرنسي التأهل إلى نهائي كأس العالم. شكرا للمغرب على هذا الحضور الكبير، شكرا للمغرب على كل لحظات الفرح، شكرا للمغرب على كل لحظات الفخر والاعتزاز بعروبتنا وبأوطاننا العربية وبمغربنا وبأسودنا هنا في هذه البطولة. شكرا لوليد الركراكي وأسود الأطلس على هذه البطولة الاستثنائية الكبيرة. مبروك للمنتخب الفرنسي التأهل للمباراة النهائية لمواجهة الأرجنتين، النهائي الرابع لفرنسا بعد عام 98 2006 2018، والآن للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ المنتخب الفرنسي. نلتقي بحول الله إذا كان للعمر بقية في مباريات أخرى.